الفنان عامر منيب اسمه عامر محمد بديع منير، وهو من مواليد 2 سبتمبر 1963 بحي الدقي القاهرة. انتقل بعد ميلاده هو وأشقائه جمال وأميرة وأمينة للإقامة بفيلا جدتهم الفنانة ميري منيب، رغم أنها كانت شديدة الحزم معاه إلا أنها كانت لا تتحمل غضبه، وكان هو متعلق بها بدرجة كبيرة، فكان يسعى للذهاب معها لمسرح الريحاني. وذات يوم ظل يبكي حتى ضعفت وحست أنها لا تتحمل دموعه، واصطحبته معها بالفعل. وكان وقتها عمره لا يتعدى 6 سنوات، وقف خلف الكواليس يتابع الفنانين وحركاتهم ورد فعل الجمهور. وكان عامر منيب في 7 من العمر حين توفت جدته الفنانة الكبيرة ميري منيب. عامر منيب كان يعشق الغناء ويأخذ مكانا مستقلا في فيلا جدته ويغني فيها مقلدا عبد الحليم حافظ، وكان يعشقه بشدة ويحفظ كل أغانيه، إلى جانب الاستماع لكبار المطربين الكبار مثل أم كلثوم وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب. وفي الوقت ذاته كان متفوقا دراسيا، وهو ما كان يدفع أبوه بعدم حرمانه من مزاولة هوايته في الأجازة المدرسية وأوقات الفراغ. وبعد حصوله على بكالوريوس التجارة سنة 1986 بتقدير جيد جدا، سألوا والده عن الهدية التي يرغب باقتنائها، ففوجئ به يقول له دون تفكير: أريد آلة العود. وبالفعل أحضرها له والده، وظل العود مرافقا له في المنزل. وفي الوقت ذاته أكمل مشواره العلمي، أصبح عامر منيب معيدا بالجامعة. وتلقى عامر صدمة عنيفة برحيل والده المفاجئ، وفي هذا الوقت وبعد خروجه من حالة الحزن التي سيطرت عليه تلقى عرض بالسفر إلى استراليا للحصول على الدكتوراه والعمل بإحدى الجامعات. وبالفعل قام بتجهيز أوراق السفر وأعد الحقائب، وكان هذا في شهر رمضان سنة 1987. إلى أنه حدث شيء غريب قبل السفر بأيام قلائل، أدى هذا الحدث إلى تغيير مساره بالكامل، حينما اتفق مع مجموعة من أصدقائه على السهر وتلقي طعام السحور سويا بإحدى الفنادق ليودعهم قبل سفره. وتصادف وجود مجموعة كبيرة من الفنانين، بل كبار الفنانين في هذه السهرة، هو محمود ياسين وشهيرة ونور الشريف وزوجته بوسي، وفي هذا الوقت بالإضافة إلى فاروق الفيشاوي والموسيقار حلمي بكر. راح زملاء عامر منيب يلحين عليه أن يغني، فقام بغناء أغنية الفن للموسيقار محمد عبد الوهاب، وفوجئ بإعجاب الحاضرين بصوته، وفي مقدمتهم الفنانين المذكورين، وقاموا بدعوته للجلوس معهم. ولكن المفاجأة الكبيرة كانت بالنسبة لهم جميعا حينما اكتشفوا أنه حفيد ماري منيب، وأخذه حلمي بكر على حدة. فظل قلب عامر منيب يدق بعنف، لكون حلمي بكر كان ولا يزال مشهور بجراءته وعدم مجاملة لأي حد. فشعر عامر أنه سيطلب منه ترك هذا المجال، إلى أن المفاجأة أن حلمي بكر شجعه بشدة وطلب منه بضرورة البقاء في مصر وعدم السفر، وقال له أن هناك مستقبل كبير ينتظرك بشرط أن تثقل موهبتك بالدراسة. وبالفعل قام عامر عقب عودته للمنزل بتمزيق جواز السفر، وفي اليوم التالي خضع بشكل كامل للدروس، وذهب للأستاذ عاطف عبد الحميد مدرس الموسيقى الشهير بكلية التربية الموسيقية، وتعلم عامر على يديه المقامات الموسيقية، وقام بإحضار أستاذ آخر متخصص في تعليم أصول وقواعد العزف على آلة البيانو. وبعد إنجازه لهذه المهام وإتقان هذه الدروس وجد نفسه قادرا على النزول لميدان العمل. قام عامر منيب بتكوين فرقة موسيقية صغيرة انتقل بالغناء بها في الفنادق الكبرى، ولم يكن له أغاني خاصة، بينما كان يقدم أشهر وأجمل أغاني عبد الحليم حافظ، حقق بها شهرة جيدة. ومن هنا قرر عامر منيب أن يكون له لون غنائي خاص به، وأصدر أول ألبوم غنائي يحمل صوته بأغاني مستقلة له. بالفعل بدأ تجهيز ألبومه الأول على نفقاته الخاصة، ولكنه لم يكن يملك من المال ما يعينه على تنفيذ الألبوم. قام ببيع سيارته الخاصة، بل استدان من أصدقائه لكي يتمكن من دفع أجر الفرقة الموسيقية وحجز الاستوديو. وبالرغم من ضيق ذات اليد أصر عامر منيب أن يتعاون مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين رغم أجورهم المرتفعة، مثل مدحت العدل وصلاح الشرنوبي ورياض الهمشري، واستدان مرة أخرى من أجل طبع الألبوم وتوزيعه. بالفعل صدر الألبوم الأول بعنوان لمحي سنة 1990. تزوج الفنان الراحل عامر منيب من السيدة إيمان الألفي، أنجب منها 3 بنات، مريم وزينة ونور. كان من الطبيعي أن تلتفت له أنظار المنتجين والمخرجين في السينما، تمام زي ما حدث مع كل المطربين الناجحين. تم إسناد له فيلم سحر العيون مع هالة شيحة ونيلي كريم، وتم عرضه في موسم عام 2002. حقق الفيلم نجاحا جماهيريا طيبا. ثم جاء فيلمه الثاني
كيمو أنتيمو مع مي عز الدين وحيد سيف. تأليف محمد البيه، إخراج إناس النجار، وتم عرضه في عام 2004 تحديدا في شهر مارس. أما فيلمه الأخير فكان فيلم الغواص مع الفنانة داليا البحيري وحسن حسني. وفي صباح يوم السبت الموافق 26 نوفمبر 2011 توفى الفنان عامر منيب داخل مستشفى دار الفؤاد بعد رحلة طويلة من المرض سافر على أثرها خارج مصر لإجراء عملية إزالة ورم خبيث على القولون الذي ظل يعاني منه لفترة ليست بالقصيرة إلى أن فارق الحياة عن عمر ناهز 48 عام. ربنا يرحمه يا رب.